أيها الشعب الإخواني الحيوان، نستمع الآن أيها الخرفان لرئيسكم الجبان محمد مرسي. يا شعب مصر العظيم، يا شعب مصر العظيم، ما انتوا اللي حميه. يعني حد قال لكم انتخبوني؟ انتوا يعني عارفين ان ورايا جماعه ومرشد، اخترتوني ليه؟ ما تجيش بقى دلوقتي تدفعوني. وبعدين شعب بيبيع نفسه من اجل زجاجة زيت وكيس من السكر، لماذا تطالبون ان احترمه واحفظ حقوقه؟ اخترتونا في البرلمان وجننت اخوان العريان، عايزين ايه تاني؟ وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه. دلوقتي انا لو كان اسمي جرجس مرسي، يعني كان حد انتخبني؟ ابدا، لم ولن ولا اجلد. والاخوان دول يعني لو كان اسمهم الاخوان دول لو كان اسمهم اليهود مثلا، اخوان اليهود او الاخوان المسيحيين او البوذيين عشان البلد ما يزعلش، كان حد انتخبهم؟ اجلد ايضا. نعم، لانهم ينصرون الدين، نحن نضحك عليهم باسم الدين. لما الواحد ما يمشيهم ازاي؟ تضحك على واحد باسم الدين وفاهم ان احنا بتوع ربنا، يقول لك انا لا اجلس معاك على طول. وبعدين الناس المعترضة دي، الناس بتوع تويتر، هشام عفيف، منورة نجم، والخمسة ستة سبعة أربعة أربعة اتنين، أنا عارفهم، معترضين على إيه؟ شو انتوا شعب قمتوا بثورة عشان تحصروا الانتخابات بينه وبين شفيق؟ يبقى انتوا بتسألوا بقى، يعني سايبين حمدين وابو الفتوح كلهم اساتذه وافاضله وجايين تحصروها بينه وبين شفيق. اعطيكم، سانزل البسين معكم وساغطس واعوم بؤ 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 بؤ. باين ليه دلوقتي؟ اوليست الصناديق هي التي اختارتني؟ عصرتم الليمون على انفسكم فذوقوا الان مرارة عصره. الان افيقوا واختاروا لانفسكم حياة نظيفة لتلبسوا ملابس انيقة كما المضيفة. تعلموا من اخطائكم السخيفة ولا تقدموا انفسكم هدية في علبة قطيفة. بزيت وسكرين اصواتكم وبالدين اكملنا شرائع عقولكم الخفيفة. فوقش بقى تفعلوا دلوقتي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.